وإن من مهماتنا أن نبني مجتمعا جديدا يكون صورة لوجه الجزائر الفتية الجديدة الحرة، الجزائر التي يجب أن يساهم في تشييدها كل مواطن. وكل هذه المهمات تتطلب منا منذ الآن مجهودات أكثر من ذي قبل، وتجنيد كل طاقتنا ووحدتنا وانسجامنا جميعا حول الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وتتطلب اليقظة والامتثال لإحباط مناورات الاستفزازيين والديماغوجيين والمفرقين. إن كل الجزائريين يجب أن يعتبروا أنفسهم في حالة طوارئ. إن تنظيم الجماهير في الجزائر سيتعزز ويتقوى. إن المحالفات السياسية والدبلوماسية التي تحصلنا عليها طيلة 7 سنوات من الكفاح ستتعزز وتتسع. أيها الجزائريون والجزائريات، إن وقف إطلاق النار ليس هو السلم. إن الفترة الانتقالية هي الاستعداد للاستقلال وليس هي الاستقلال. وما لم يقع الإعلان على الاستقلال، وما لم تقم دعائم الدولة، وما دامت حكومة الجزائر الحرة غير مستقرة فوق التراب الوطني، فإن الشعب والمجاهدين والمناضلين يجب أن يبقوا في حالة التجنيد. يجب أن لا نتخلى عن يقظتنا طيلة هذه الفترة الانتقالية. إن كل مسؤول وكل مناضل يجب أن يبقى في مركزه. إن الجزائر ستكون كما نريدها نحن الجزائريين أن تكون. وإن الشعب الجزائري القوي بوحدته وأمام العالم الذي يرقبه سيواصل نضاله لتحقيق الأهداف التي استشهد من أجلها مئات الآلاف من الأبطال الجزائريين. إن الشعب سيبقى صاهرا على تطبيق الاتفاقات الفرنسية الجزائرية. وإن شعبنا سيستطيع الاعتماد على جميع الشعوب في العالم بما فيها الشعب الفرنسي الذي تهمه أيضا قضية السلم في الجزائر. أيها الشعب الجزائري، يجب أن نقوي من طاقاتنا ونهيئ بعث الدولة الجزائرية المستقلة ذات السيادة، الدولة التي تتيح لنا إرساء قواعد سليمة لجمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية. نصر الله الشعب الجزائري المناضل، وعاش استقلال الجزائر.